مساء الخير، يسعد اوقاتكم صبايا من وين ما كنتوا عم تشوفوني. اذا كنتوا جداد على القناة اول مرة بتشوفوني اتمنى تنوروا قناتي وتشتركوا فيها. اهلا وسهلا فيكم. عندي هذا الفيديو هو قديم شوي، بس وقتها لظروف ما قدرت انزله، صارت معي هيك شوي ظروف وهلا حبيت اشارككم فيه. هذا الفيديو قديم من رمضان، هلا حبيت انزله شاركه معاكم. هون انا عامله بطاطا فروج، والفتة كمان اللي شاركتها معاكم، والكبينية وشوربات وبيني سفرة رمضان. اول اشي معنا هون الفروج، نقعته انا بمي، حطيت له خل تقريبا شي كاسة صغيرة، نقعته شي ساعة بالخل حتى يطرى الفروج وتشيل منه ريحة الزنخة كلها. وعندي هون كاسة كبيرة من زيت الزيتون، ضفت لها كمان معلقة كبيرة من دبس البندورة، معلقتين كبار من دبس الفليفلة. كمان توم مدوق ناعم بشرتوه، هو الأساسي بالبطاطا الفروج. عندي هون البهارات، كزبرة والفليفلة والبابريكا، ملح، الكمون، الزنجبيل، بهارات البطاطا، اي انواع بتحبوها من البهارات. بهار الاسود كمان حطيت، فيكم تضيفوها بيعطينا نكهة اطيب. معلقتين كبار من اللبن اللي هو الزبادي، وكاسة كبيرة مي. بنخلط البهارات سوا مشان دبس الفليفلة ودبس البندورة بياخدوا كله من بعضهم، والثوم. وهون انا كنت مجهز البطاطا وحطيت معها جزر، فضيت البطاطا فوق البهارات ومنخلطهم. هون هذا الدجاج بعد ما كان منقوع غسلته كويس، ومنحطه كمان فوق البطاطا ومنخلطهم سوا. وهون بعد ما خلطتهم تركتهم تقريبا شي ساعة حتى الدجاج ياخد من طعمة الثوم والكزبرة والبهارات كلها، ياخد طعمة البهارات كلها. هاي البطاطا صارت جاهزة، طالعتهم بطالع الفروج لانه نحطها على وجه الصينية. واللي وصلت معي لهون لسه ما حطيت اللايك، حطي اللايك اذا عجبك الفيديو، شكرا كتير الك. وبصينية الفرن فضيت البطاطا، نساوي سطحة، وبعدها بنطبق الدجاج فوق البطاطا. انا هون حطيت جزر مع البطاطا، حبيت اغير شكل. في ناس بيحطوا الجزر، ناس ما بيحطوا، ناس بيحطوا شي بندورة معاها. والطبخ اذواق، كل واحد حسب ذوقه حسب ما يحط بساوي الاكل. وهون انا بعد ما جهزت الصينية بعدتها والله على فرن، ما حطيتها بفرن البيت، بعدتها على فرن الخبز. قلتلكم كان رمضان كان وقت ضيق، نبعت الصينية على الفرن، حطيت لها هون ورق زبدة، بعدها لفيتها بورق قصدير حتى ما يحرقولي هي، ومع ذلك احترقت كتير. شالين ورق القصدير وكانت كتير والله محروقة اللحمة، وحتى البطاطا كمان شوي نشفانة. بس الحمد لله كانت طيبة، كانت تتبيلتها كتير طيبة، طعمتها رائعة. يعني شوي غطت على الحرق اللي حرقولنا هو بالفرن. وهي كانت سفرتنا المتواضعة، أتمنى تعجبكم طريقتي بتتبيل فروج البطاطا. طريقتها كتير سهلة، وطعمة البهارات فيها كتير طيبة طلعت. هاي الصينية بالأخير حرق لي هي الفران مثل ما قلتلكم، شال عنا القصدير وانحرقت والله شوي، بس كانت طعمتها كتير طيبة والله. وهذا الفيديو كان لليوم، أتمنى يعجبكم. واللي ما مشترك بالقناة اشتركوا فيها ونوروني، وإذا عجبك الفيديو تشاركيه مع أصدقائك. وأهلا وسهلا فيكم، السلام عليكم.